بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده هنتكلم عن اعدادات الخصوصية في موقع الفيسبوك، لان كتير من الناس بتتعرض ان هي الناس تقتحم خصوصيتها. طبعا اول حاجة عشان نخش على اعدادات الخصوصية في الفيسبوك بنجيب اعدادات الخصوصية. زي ما احنا شايفين هيظهر لنا الصفحة دي متكونة 5 اجزاء. الجزء الاولاني رابط خاص بالتحكم، مين يطلع على الصفحة الشخصية. التاني مين اللي يقدر يبحث عنك وبيتصل بيك ازاي. التالت ازاي تقدر تعرض نشاطاتك على الحائط بتاعك او الوول بتاعك. الرابع اللي هي الابليكيشنز او التطبيقات اللي بتستخدم المعلومات الخاصة بيك. وفي جزء خاص ان انت ممكن تعمل حظر لاشخاص معينين ان هم يجدوك في البحث او يتصلوا بيك عن طريق الفيسبوك. هنتكلم عن اول حاجة النهاردة وهي الصفحة الشخصية. طبعا هنضغط عليها هيظهر لنا الصفحة اللي احنا شايفينها دي مكونة من جزئين: الصفحة الأساسية او الصفحة الشخصية الأساسية والمعلومات المراسلة. عندنا طبعا زي ما احنا شايفين متقسمة كذا، بتتحكم في عرض كذا حاجة. اول حاجة الصفحة الشخصية، ودي الصفحة الخاصة بيك اللي بتعرض المعلومات الأساسية عنك. هنا بتتحكم، هنلاقي طرق العرض متقسمة نفس الحاجات في كل حاجة. يعني هنلاقي هنا لإما تعرضها للجميع أو للشبكات والأصدقاء أو أصدقاء الأصدقاء أو الأصدقاء فقط أو تخصيص. طبعا الجميع يعني أي حد ممكن يخش على الصفحة الشخصية بتاعتك. الشبكات والأصدقاء طبعا الشبكات اللي هي النتورك، زي مثلا أنا موجود في ايجيبت مثلا، أو أصدقاء الأصدقاء طبعا أو الأصدقاء فقط. لو نقص تخصيص هيظهر لنا الصفحة دي، هيقول لك من يمكنه المشاهدة او مين اللي بامكانه المشاهدة. ممكن لا اما الكل، لا اما اصدقاء الاصدقاء، لا اما اصدقاء فقط. لما بتختار الشبكات اللي انت يعني بعض الشبكات اللي انت ممكن يتعرض الناس فيها. لو انا قلت بعض شبكاتي هنلاقي هنختار الشبكات طبعا تبع ايجيبت. ده بالنسبة للاختيار. تاني حاجة في المعلومات الاساسية بتاعتنا. المعلومات الاساسية اللي هي اللي زي ما احنا شايفين، انت نوعك ايه، ذكر ولا انثى، تاريخ الميلاد، الموطن، ارائك السياسية وحالتك الاجتماعية. برضو متقسمة نفس الحاجات: الجميع وشبكات الاصدقاء واصدقاء اصدقاء واصدقاء فقط ولا تخصيص. برضو نفس الحكاية لكل دول. في عندنا هنلاقي بالنسبة للصور، هنلاقي في اعدادات خاصة لألبومات الصور، دي هنجيلها بعد ما نخلص الصفحة دي. في عندنا كتابات الحائط. الحائط ده اللي هو الوول. مين اللي ممكن يكتب على الوول بتاعك او يبعت لك حاجة على الوول بتاعك. طبعا هنا برضو نفس التقسيمة، بس زاد عليها ان انا بس اللي بكتب او محدش يكتب خالص. هنخش على تعديل اعدادات الخصوصية. عندنا في بقى اختيارين خاصين في تعديل الاعدادات الخاصة. دي برضو نفس الفكرة بتاعت التخصيص او اختيار التخصيص، او تعديل اعدادات خصوصية لألبومات الصور. ده خاص ان احنا نتحكم في طريقة عرض ألبومات الصور. هنلاقي هنا عرض لنا كل ألبوم صور احنا حاطينه على الفيسبوك خاص بينا، وبنختار برضو طريقة عرض، وبرضو بننزل تحت وبنقول له حفظ الاعدادات. هنرجع تاني للصفحة بتاعت الصفحة الشخصية. احنا كده خلصنا دي الصفحة الأساسية. هنخش على معلومات المراسلة. طبعا هيقول لي ان في بعض التغييرات لازم يتم حفظها. احنا طبعا هنقول له لا تحفظ، لكن انت لو عاوز تحفظها بتحفظها. دي بقى المعلومات المراسلة، او ازاي واحد يقدر يوصل لك وطريقة عرضها. برضو بيتحكم، برضو هنلاقي متقسمة كذا حاجة. هنلاقي ده اول حاجة الاسم المستعار للمحادثة الفورية او النيك نيم بتاعك اللي الناس بتقدر تكلمك عليه. ده طريقة عرضه. هنلاقي برضو نفس الطريقة في كل حاجة. رقم التليفون، رقم الهاتف الآخر، العنوان، الموقع الإلكتروني، الإيميلات بتاعتك. وطبعا دي طرق المراسلة بتاعتك من خلال الصفحة الشخصية
وبعدين هنتكلم عن تاني حاجة البحث في فيديو اخر. شكرا.